السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مكسخين وأحلى متابعين وأحلى جمعية في العالم هي الترجي الرياضي التونسي. لكن قبل نبدا الفيديو أرجو منكم الدعم، جيم بارتاج وأبوني في كشان يوتيوب وماكس بارتاج خلي الفيديو الناس الكل نفعلوا الجرس هذاك باش توصلكم كل جديد، والناس الكل زاد بقدر باش نحكيو على الميركاتو إن شاء الله، باش نحكيو على الفيديو كامل العالم لاعبي جديد جاي للترجي التونسي خاصة من دولة البيرو اللي لعب مباريات كبيرة، مباريات دولية مع الفريق نتاعو مع البيرو، وعنده خبرة وملاعبي عنده امكانيات كبيره ان شاء الله باش نحكيو عليه الفيديو هذا. لكن نحب من الكشخين الكل الدعم الكل في جيم بارتاج وابوني وماكس بارتاج خلي الفيديو يوصل، كشخين الكل برشا دعم خلي الفيديو هذا يوصل. اليوم باش نحكيو على الملاعبي اللي هو ممتاز جدا اللي هو خيسوس كاستيو. الملاعبي عنده امكانيات كبيره، ملاعبي عمره 25 سنه. من هو الملاعبي هذا باش نحكيو عليه اليوم؟ اللي هو بعد ما نقولنا احنا اسم جديد يظهر في الميركاتو نتاع الترجي التونسي، بعد ما نقول احنا البليلي ان شاء الله الملف نتاع البليلي باش يتسكر. وهذه المره باش نمشي نحكيو على ملاعبي من امريكا الجنوبيه وتحديدا من البيرو، لاعب دولي عنده امكانيات كبيره، لاعب عمره 25 سنه ويلعب في خطه وسط ميدان دفاعي تدعيم الفريق، وان شاء الله بقدره باش يقدم اضافه للترجي التونسي. ملاعبي عمره 25 سنه من البيرو، طوله 185، متوسط ميدان دفاعي، يملك اللاعب يلعب بالقدم اليمنى، لاعب منتخب البيرو 17 مباراه دوليه وعنده هدف واحد في السجل نتاعو. بالنسبه لوسط الميدان شنو باش يقدم في وسط الميدان الترجي التونسي؟ هو قوي ياسر على مستوى الافتكاك والتغطيه امام الدفاع، القوه البدنيه، قطع خطوط التمرير، بدايه بناء الهجمه، قدرته على اللعب دور الستة. بالنسبة للاعبي زاد كيف لاعبي ممتاز جدا ويعيق المهاجمين انه معناها يوصلوا بسهولة للدفاع نتاع الترجي التونسي، خاصة نعرفوا الدور الكبير والرول نتاع كاستيو كيما الرول اللي قدم فيه رودري في وسط الميدان. هذا دور كاستيو في وسط الميدان وان شاء الله يقدم اضافة. بالنسبة لكاستيو قوي بدنيا وان شاء الله يقدم اضافة للترجي الرياضي التونسي. بالنسبة عنده زاد كيف عنده خبرة، يقولون نحن ملاعبي عنده خبرة كبيرة وملاعبي خاض تجربة في البرتغال مع خيل فيسون قبل عودته إلى بيرو، بالتالي هو لاعب لم يخرج من محيط الكرة المحلية فقط. ملاعب عنده إمكانيات كبيرة، ملاعب يلعب حتى في البرتغال وملاعبي. بالنسبة للعقد نتاع الملاعبي من فريق البيرو من كلوب يونيفرسيتاريو اللي دو ديبورت اللي هو الفريق نتاعو الحالي في الفترة الحالية، العقد نتاعو يوفى 31 ديسمبر 2028. وبالنسبة للنادي أعلم اللاعب أنه معناه يبحث على فريق آخر، على خاطر بالنسبة له هو أكد النادي اللي فما معناها فرق أخرى تحب على الملاعبي هذا التفاوض معه، خاصة أنه معناه الملاعبي هذا الفريق اللي فيه حاليا اعلموا معناه باش يجيب معناه معوض ليه هو، واعلموا معناه يبحث عن فريق اخر. بالنسبه للقيمه التسويقيه للملاعبي 1.2 مليون يورو حسب ترانسفير ماركت بالنسبه بتاريخ 5 جوان 2026. والاهم المدير الرياضي للنادي كلوب يونيفرسيتاريو دو ديبورت اللي هو معناها أنطونيو غارسيا، أعلن معناها اللي فما وجود عروض خارجية للاعب، وقال إن خروجه أصبح في طريقه إلى الحسم، وإن شاء الله بقدر ربي يجي الترجي التونسي. وهذه نقطة ممتازة نقولها معناها للمشاهدين، معناها نقولوا احنا المكشخين الكل، معناها مانيش انا باش نتحدث عليه انا برك، فما الاداره نتاع النادي واللي هو خاصه مدير اعمال نتاعو وكيل اعماله اللي قال معناها فما عده عروض خارجيه، والملاعبي كيف اعلموا الفريق انه يمشي يبحث على فريق اخر. بالنسبه للترجي التونسي علاش تبحث على الملاعبيه في القيمه هذه؟ على خاطر الملاعبي ممتاز جدا وملاعبي يغطي قدام مدافعين وملاعبي قوي ياسر في الالتحامات، وامام الدفاع يكون راكز اللي هو ركيزه الملاعبي الارتكاز باش تركز عليه، واللي معناه يفتك الكره وينجم معناه نقولوا امان لك الدفاع نتاعك بنسبه كبيره كوسط ميدان دفاعي ولا كلاعب محوري، ولاعب عنده امكانيات كبيره وملاعبي يلعب في مركز 6، وهذا هو المركز المطلوب اللي معناه احسن معوض لأوكبيلو، يمكن افضل حتى من أوكبيلو على المستوى التغطيه الدفاعيه، لكن على المستوى الهجومي ضعيف. هذا باش ناكدوا الجمهور الترجي الرياضي التونسي معناه الملاعبي المهمه نتاعو في وسط الميدان انه معناه يكون ممتاز في وسط الميدان، يفتك الكرات، يمد اللاعبين بجنبه بالكرات، لكن هو ما يصنعش اللعب. هذه ماهيش معناها نقولوا احنا من المشمولات نتاع لاعب وسط ميدان دفاعي، على خاطر لاعب وسط ميدان دفاعي ماهوش عصري، لاعب وسط ميدان دفاعي بالسيستم القديم كما نقولوا معناها يايا توري
ولا الملاعبين اللي يعرفوهم الناس الكل معناها اللي كانوا في وسط الميدان الدفاعي يكتفيوا كان بالادوار الدفاعيه، وخاصه ابرزهم يايا توري اللي كان يقدم في مستوى كبير، وكان وسط ميدان دفاعي فقط، ما يساهمش في الهجمه وما يبنيش الهجمه من وسط الميدان، وما يقدمش الاضافه على المستوى الهجومي، ما يسجلش. زاد كيف هذا علاش باش نحكي كي باش جمهور الترجي التونسي يكون واعي ويكون فاهم اللي معناها ماهوش الملاعب معناها وسط الميدان لازم يكون هداف. لاعب وسط ميدان دفاعي ما لازمش يكون هداف، لازم معناها يفتك الكرة ويحمي الدفاع اللي معناها قدامه، وهذه حاجة المهمة. رول المهم وسط الميدان الدفاعي هو انه يكون معناها نقول احنا يحمي المدافعين ويكون في محور الدفاع ويكون امام في وسط الميدان يدافع كما يلزم ويقدم الاضافه المطلوبه منه، هذيك الرول نتاعو كوسط ميدان دفاعي. رايي فيه شخصيا اللي هو قوي في الافتكاك والقوة البدنية وأيضا الخبرة الدولية، السعر مناسب بالنسبة للترجي التونسي، وأيضا التأقلم مع الكرة الأفريقية ينجم يكون تأقلم كبير ياسر، خاصة نعرفوا الملاعبية اللي من البيرو ومن الأمريك اللاتين ككل ومن أمريكا الجنوبية يقدموا إضافة كبيرة، خاصة كي يجيو يتأقلموا مع المناخ اللي عنا نحن ويتأقلموا مع قارة أفريقيا وينجموا يقدموا إضافة بنسبة كبيرة. الخلاصة النهائية متاع القول بالنسبة لي أنا نقول إلي كاستيو يستحق المتابعة، ملاعب خاصة إنه انتدابه باش يعطي كثير للترجي التونسي، وخاصة باش يعطي استقرار على المستوى الدفاعي وسط الميدان وككل، وباش نشوفوا إن شاء الله إضافة كبيرة منه هو. بالنسبة لي أنا اللاعب ممتاز جدا. بالنسبة نحب التعليقات الناس الكل تشارك معايا معناها هل ملاعبي كاستيو يستحق الانتداب ولا لا، وهل معناها كاستيو باش يقدم إضافة المطلوبة منه مع الترجي التونسي. بالنسبة لي أنا كما قلت معناها ملاعبي يستحق المتابعة وملاعبي ممتاز جدا وملاعبي البروفيل يتلوج عليه الترجي التونسي، خاصة أمام المدافعين اللي معناها جدد الصحراوي ورايد الشيخاوي، الدفاع الكل معناها تبدل بنسبة كبيرة، معناها كي باش تجيب ملاعبي عنده خبرة كيما كاستيو باش يقدم إضافة. بالنسبة للجمهور جمهور الترجي الرياضي التونسي، هل الجوار معناها الملاعب هذا باش يقدم إضافة للترجي التونسي ولا لا؟ وهل معناها ترى فيه البروفيل الأنسب للترجي التونسي كلاعب باش يقدم إضافة ولا لا؟ هذا الكل ننتظروه في التعليقات إن شاء الله للمتابعين والأحباء ولجمهور الدولة الترجية، وأرجو منكم برشا دعم شيم بارتاج وابوني في يوتيوب. إن شاء الله الصفقة هذه تتم وان شاء الله بقدرة الملاعبي باش يكون ان شاء الله بنسبه كبيره في تونس، وارجو منكم الدعم جيم بارتاج، وهذا حس معناها يقولوا موزايك والكل معناها اللي يخبروا نسمه سبور اللي يخبروا معناها اللي الملاعب ينجم يكون متواجد غدوه كان عشنا غدا ان شاء الله في مطار كرتاج، وان شاء الله باذن الله الترجي الرياضي التونسي في الطريق الصحيح. ان شاء الله ملف البلايلي يتسكر نهائيا وسدا كيف ويصح البلايلي، ايضا ملف اللي بقى معناها الناس الكل نعرفوه اللي معناها ما نحبش نحكي عليه ياسر في الفيديو هذايا على خاطر خليها الامور تسري بطبيعتها، خاطر ما حبيتش نحكي ياسر في الموضوع هذاك، موضوع الناس الكل نعرفوه، موضوع البرازيلي معناها من غير ما نسمي. وان شاء الله بقدر ربي الموضوع هذاك والملف يتسكر نهائيا، خاصة نعرفوا الناس الكل الموضوع هذاك مهم، وعندي ان شاء الله فيديو ان شاء الله باش ننزله بعد ما تتم كل شيء ان شاء الله، باش ننزلوا معناها باش نقول فيه نحكي فيه كل شيء على الملاعب هذا اللي كثر عليه الحديث الفترة الأخيرة، خاصة الجمعة كاملة ما حبيتش نعمل فيديوهات، نخلي معناها الناس الكل تخدم على أرواحها، نخلي معناها الصفقة تتم بصفة كبيرة، وإن شاء الله بإذن الله تتم الصفقة ذي. وأرجو منكم الدعم جيم بارتاج وأبوني في اليوتيوب. أحنا كشخين متابعين، إلى اللقاء.